عادت عملية إعادة الإسكان بالعاصمة وعادت معها المواجهات المباشرة بين المقصيين ووالي الولاية عبد القادر زوخ. 700 عائلة رحلت من الحي القزديري الحفرة بوادي السمار إلى حي سيدي الأخضر ببئر توتا، لكن باب الاحتجاج فتح على مصراعه بسبب قضية المقصيين. درنا ركور ولا نستناو، عندنا 4 شهور وحنا نستناو وما كاين والو. باش يديروا بليزير، عندهم 4 شهور هما الوعود الكاذبه، يقولوا من السمانه الجايه مجاي في 4 شهور. كاين ناس يباتوا برا هنايا، صح من الاستقبال، كاين ناس يتبات برا. يرحم ماني مستفاد، ما عندي حتى حاجه، ما كاش خو، ورماونا خو مقصي خو، تمسخر بيا خو، ما عنديش ريزيدونس، ما عنديش، مع الاخر نلقى روحي برا خو، تمسخر بينا. 2 دراري خو، وين راح نديرو؟ حبيت نفهم 2 دراري عامل راك تشوف فيهم خو. قضية الطاعون احتلت حيزا كبيرا من تصريحات زوخ الذي أكد بأن جميع الطاعون تدرس على مستوى لجان مختصة وما على أصحابها سوى الانتظار. بالنسبة للطاعون كذلك احنا بودي كل اللي في حاجة، اللي يعتقد باللي حقه ضاع يقدم لنا الطاعون، ولجنة الطاعون راهي تدرس الطاعون ونستمر في دراسة الطاعون. حاجة واحدة اللي ما كانش، ما عندناش لا خاتم سليمان ولا عصا موسى. النوايا الحسنة موجودة، عندنا مواطنين تاعنا نبقاو ونتعبوا ونسهروا ونبدو كل ما في وسعنا باش الأمور تتغير وتتحسن إن شاء الله، وراهي تتحسن. حنا برك يجيب لنا الحجة برك باللي عنده حق نعطيو له حقه. النزعة الاحتجاجية ظهرت كذلك عند الفئة المستفيدة من العملية، أين كشف العديد عن تذمره بخصوص نقص المرافق وأساسيات الحياة بهذا الحي الجديد وحتى الأحياء الأخرى التي دشنت مؤخرا. ما كانش ديسبونسير، ما كانش نقل ناقص. مخصوصين كيما الخيوط برك راهن ردوا لنا هذا تاع الخيوط، ولينا كي تاع البرارك بكري. ما كان لا طروني لا مليح زالوا، هذا هو المشكل تاعنا. كما أكد زوخ أن عملية إعادة الإسكان ستتواصل إلى حين القضاء على جميع البيوت القزديرية والأكواخ داخل مختلف زوايا العاصمة، كاشفا بأن هذه العمليات المتتالية حررت أكثر من 700 هكتار ستستفيد منه الولاية كعقار يوجه لتجسيد مخطط التنمية في عاصمة البلاد.